بواسير؟ أنهي دي؟ والنعمة ما خدتها في المعهد. انت بتقول ايه؟ معقول الدكتور عماد لسه ما جاش؟ انا مش عارف ايه اللي اخره، ده الحاله واخده بنج بقالها ساعه. طب والحل؟ عارف انا ما بتفائلش لما يكون نادر غايب ده معانا اصلا. بص، في اي عمليه بيبقى معانا الدنيا بتبوظ. يا ابني الدكتور عماد بيحبه جدا، بعدين غير ما هو بيتفائل بيه اصلا، مش عارف ليه. يا ابني ده بيبوظ كل حاجه، ده لولا ستر ربنا في العمليتين اللي فاتوا دول كان زمان مستشفى اتقفلت من بدري. ما هو ده الغريب، وبيتعامل على انه الدكتور مجدي يعقوب في نفسه كده. لا وبيدي للناس علاج، والانتهاش ان هم بيخفوا. وبعدين ده بقاله 14 سنه في اولى معهد تمريض، ده فاشل ومسطول طول الوقت يا عم. يا عم ايه ده؟ يا نهار اسود، ده احنا سايبين نادر مع المريض لوحده، ده زمان المريض مات. أنا زهقت، عايز أشيل السيجارة من بقي ومش عارف بسبب الحيوان اللي عامل نفسه نايم وماسك له جهاز التنفس ده. أنا زهقت. حظك قليل في الدنيا طول عمرك يا دي يا ندورة، بقى الحيوان ده ينام زي الباشا كده وانت تمسك له جهاز التنفس علشان بسلامته يشم هوا. دنيا حظوظ. يعني انت 14 سنة في أولى معهد تقعد تمسك الهوا للحيوان ده عشان يشمه؟ وبعدين هو بيتنك على ايه؟ ما هو ربنا موجود اهو حوالينا في كل حتة يا جدع. يشم ليه هو من الخرطوم؟ لما اخد الهوا اللي في الخرطوم ده اشمه، لما اشوفه متغير عن الهوا العادي ايه؟ عشان يتنك وينام كده. انت بتعمل ايه يا نادر؟ لا مفيش، انا بشوفها شغالة ولا لا. وبعدين اسم الدكتور نادر يا حيوان. تاخد فرصتك وتعمل العملية يا دي يا نادر، ساعتها التلفزيون والنت واستاذ عمرو اديب ومراته لميس الحديدي هيتكلموا عليك يا دي يا نادر، وهيبقى ليك جمهور كبير ويقعد ينادي عليك ويقول نادر 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 نادر. اقول لك ايه، روح هات زمايلك، انا خلاص قررت اشتغل في المريض لحد ما الدكتور عماد يجي. انجز. تشتغل في ايه؟ انت هتهرج؟ مش الدكتور عماد قال ليكوا محدش ليه دعوه بنادر؟ ها؟ وقال ليكوا نادر ده خط احمر؟ وانت ما بتفهمش؟ نفذ الامر ما تحسبنيش. في ايه يا ابني انت وهو؟ صوتكوا عالي ليه؟ صوتكوا جايب اخر المستشفى. الحق يا عم، نادر عايز يشتغل في العمليه لغايه ما الدكتور عماد يجي، ده بيهرج يا عم. الدكتور نادر يا حيوان، مش هقول لك تاني، احذرني. طب ما حلو ده. حلو ايه؟ الله يخرب بيوتكم، هتودونا في داهيه وهنقفل المستشفى خالص بسببكم. يا دي يا حمار، احنا مش عايزينه ايه؟ ونادر مصاب، والدكتور عماد قال لنا محدش ليه دعوه بنادر. دي فرصه. اشتغل يا نادر، انت ليها يا بطل. قولوا لي بقى، الحيوان اللي نايم قدامنا ده جاي في ايه؟ جاي في تاكس. لا ما تفوقنيش من ام السيجاره، لو على الاستظراف فصاحبك ظريف. ماشي؟ بتكلم بجد يا دكتور نادر، جاي في تاكس؟ يبقى نغير له عفشه. ودي هتتغير ازاي يا نادر؟ قصدي يا دكتور نادر. بص يا غشيم، انت تفتح من اول زور هنا لحد لا مؤاخذه البتاع تحت، بس مالكش دعوه بالبتاع، ماشي؟
لا، انت اللي تفتح يا دكتور نادر، ده انت الدكتور نادر على سن ورا. انت الوحيد اللي شاطر فينا يا جدع. مش عارف امتى هتتعلموا تمسكوا الموس. اهو كده يا غشيم، امسح الدم اللي طرطش ده يا حبيبي. يعني حد فيكم لاحظ اللي انا لاحظته ده؟ ايه يا نادر؟ قصدي يا دكتور نادر. الراجل ما قالش من نعم ربنا على الواحد ان الواحد تبقى ايده ريشه كده. ريشه يا نادر، ايدك دي ريشه. امال ايه يا فنان؟ ده الدكتور عماد بنفسه المفروض يتعلم منك. انتوا بتقولوا ايه؟ الراجل واخد بنج عادي جدا، ايه الغريبه في كده؟ انا مش عارف الحقد ده هيفضل موجود في البشر لغايه امتى. ما تهمدي يا مسورمي يا اختي. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ الله يخرب بيوتكم. دكتور عماد، ازيك يا دكتور؟ عشنا هندسه. هندسه؟ انت بتعمل ايه يا نادر؟ بس يا دكتور، انت هتلاقي قدامك المريض وهتلاقي جنبه كل اعضائه. بتاع كده قالوا عليها كبد، سبتها لك جنبه عند ايدك اليمين، حاسب تدوس عليها. وبتاع تانية قالوا عليها بنكرياس، سبتها لك برضه كانت بالكبد عشان ما تتلخبطش، مع ان شكلها ملهاش لازمه. والبتاعتين كده شبه بعض، شبه حسام وابراهيم. هم قالوا عليهم كليتين، هتلاقيهم تحت على الارض عندك عشان ما كانش فيه مكان، اوعى تدوس عليهم. وكان في بالونه كده فيها ميه، دلقتها في الحوض ورميتها في الزباله عشان كانت ريحتها وحشه اصلا. هم قالوا عليها مثانه، بس انا شايفها ملهاش لازمه في جسم البني ادم اصلا. بص يا دكتور، بطن المريض قدامك فابريكا، فابريكا مفيش فيها حاجه. اشتغل وانت مطمن. ابدأ يا هندسة. طمن الله يخرب بيتك. ايه اللي انت عملته ده يا نادر؟ ده عاملين بواسير بس يا نادر. بواسير؟ أنهي دي؟ والنعمة ما خدتها في المعهد.